السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين فتيل الجماهيري. إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بإذن الله نشارك معكم طاجين مشودر بالدنجال والحمص واللحم. خليكم معايا باش تشوفوا طريقة تحضير المكونات ديال هاد الطويجين. بالنسبة للمكونات عندي الأطريفات ديال اللحم، وعندي بصله كبيره مقطعه مشلضه، عندي جوج مطيشات مقطعين حتى هما مشلضين، عندي شويه زيت البلديه وشويه المعدنوس، وعندي في العطريه الملحه والسكينجبير والخرقوم. كنبدا بسم الله توكلنا على الله. بالنسبه للطريقه كناخذ طنجره او طنجره ضغط او كوكوط مينوت، كندير فيها شويه زيت البلديه اولا زيت الزيتون اولا زيت العادي على حسب اللي متوفر. كنضيف عليهم الطريفات ديالي ديال اللحم، كنحاول نقلي غير شويه اللحم، كندير نقلبو على الوجه الثاني. دائما كنختار طريفات ديال الملج، كيجيو في الطاجين مواتين وما كياخذش الوقت بزاف في الطياب. صافي بعد ما قليتهم غير شويه، يعني ماشي قليتهم تماما، غير شويه كنقلبهم في ديك الزويته. كنضيف عليها معلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، عويد القرفه وشويه د الملحه، وكنضيف بصله مزيانه مقطعاها طريفات صغار. كنضيف ماء غليان اولا ماء مغلي، ما كيحتاج لا نشحر البصله ولا نقليها. كنضيف عليها ماء غليان، ديما تنكون موجوده حدايا الغلايه ديال المطايب. كنحاول نخوي المياه غير في الجناب كيف ما علمونا الامهات ديالنا، ما تنخويش مباشره على اللحم. فكنخوي المياه، كنخلط كنحاول نخلط المكونات ديالي كاملين، وكنسد الكوكوط ديالي اولا طنجره الضغط لمده نصف ساعه. تيكون اللحم ديالي طايب جاهز. كما قلت كنسد الكوكوط ديالنا وكنخليها لمده نصف ساعه. بعد ما مرات نصف ساعه كنحل الكوكوط ديالي، تتكون اللحيمه بدا كيدخلها الطياب يعني طايبه، كيبقى خص غير شويه. كنضيف معها، انا ما عنديش حزيمه ديال القزبر ومعدنوس، عندي مقطع، فدرتو فهاد العلبه اللي كتسد. وضفت الحمص فازق، كنزيد عليه مطيشه مقطعه طريفات صغار. اللي بغا يديرها محكوكه تيديرها محكوكه، فانا كتعجبني تبقى باينه دوك الطريفات ديال المطيشه مقطعين مع الطاجين ديال المشودر بالدنجال والحمص. صافي سديت الكوكوط وخليت طاب شويه داك الحمص لمده 10 دقائق، لان الحمص عندي دغيا كيطيب. فبعد ما طاب الحمص طايبه اللحيمه من قبل، كنهز المكونات ديالي كاملين كنديرهم في الطاجين اللي غنقدم فيه. كندير اللحيمه من التحت وكنستف عليها الدنجال اللي قليته، وقليته في الزيت بطبيعه الحال وصفيته حتى نشف. اللي ما يحتاجش نشارك معكم الطريقه ديال قلي الدنجال، كلشي تعرف تبارك الله، المغربيات ما شاء الله كلهم تعرفوا الطريقه كيفاش كنقليو الدنجال. فكنستفو فوق اللحيمه ديالي على شكل دوائر، وكنخلي الوسط فارغ هو اللي غادي ندير فيه الحمص. صافي كنكمل بالتستاف ديال الطويجين ديالي حتى كنكمل الدنجال كامل اللي عندي. وكيف ما قلت تنضيف الحمص من الفوق. وهذه هو الشكل النهائي اللي غادي تشوفوه ديال الطاجين ديالي. كنتمنى الوصفه ديالي تعجبكم. دائما وصفتي سريعه، كندير وصفه مختصره، يعني ما كتاخذش وقت بزاف، طريقه مختصره. وكيف ما قلت غنستف الحمص ديالي من الفوق، والطاجين ديالي كيجي بهذا الشكل. كنزينو، كل واحد تيزين الطاجين ديالو بالطريقه اللي كتعجبو. فانا زينته بهذا، وكيف ما قلت الطريفه ديال المطيشه كيبقاو باينين مع الحمص.
كنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم، كنتمنى لا فيديو ديالي تعجبكم، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. اللي مازال ما مشترك في القناه كنتمنى يشترك في القناه. نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.